معرفش بصراحة أحمد زاهر إزاي رامي بناته الرمية دي. واحد مش مهتم بيها ومش بيحبها، والتاني نرجسي واخدها عيلة صغيرة علشان خاطر يشكلها على مزاجه، يلغي شخصيتها ويعذبها. هو فين أحمد زاهر؟ هو انتوا عارفين ان انا لما اتجوزت كنت قد ليلى، ولما خلفت ابني الاولاني كنت قد ليلى برضو. كنت صغيرة جدا وكان جوزي اول راجل في حياتي برضو، وما كنتش عبيطة ولا حاجة، ولا هو سستمني ولا اي حاجة، والدنيا مشيت وتمام وحلو. هو ليه في جوازات بتكمل وفي جوازات لا؟ يعني نفس الراجل اللي فيه واحدة قعدت تقول فيه عبر الدنيا، واحدة تانية تقول عليه احسن زوج واحسن اب. ليه؟ علشان الطباع. انت طبعك توافق معايا، بس طبعك ما توافقش مع حد تاني. هتكلم مثلا في حاجة، مثلا في الفلوس. كنت مرة ماشية مع واحدة وجا حد قال لها ايه، بس انت خطيبك بخيل قوي. فرحت قالت له بخيل؟ بخيل ازاي؟ قال لها لا تعالي شوفي انت جوزي، ده انا جوزي وانا ماشيه يقعد يصرف 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 يصرف. راحت قالت لها صح، هو بيقعد يصرف 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 اول ما يكون في جيبه فلوس، وتيجوا اخر الشهر يبقى ما معكوش فلوس تصرفوا. راحت قالت لها اه بس هو فنجري علينا. قالت لها طيب بس انا خطيبي بيصرف بالعقل وفي الحاجات المهمه علشان الفلوس تفضل مكمله معانا لاخر الشهر. هنا الفرق. دي شايفه جوزها ده مثال للكرم وشايفه العيب اللي فيه ميزه، والاخرى شايفه ان الميزه ان العيب التانية شايفاه عيب، هي شايفاه ميزه، وهكذا. في واحده تحب الراجل الغيور اللي يشكمها وما تلبسيش وما تعمليش، في واحده تانية موتها وسمها تقول لها البسي كذا وما تلبسيش كذا. طباع اتوافقت مع بعض. واحد وواحده مرتاحين، عمل لها الفرح اللي نفسها فيه، وداها الهانيمون اللي نفسها فيه. من ساعه ما اتجوزته وهي اشتغلت احسن وافضل، وعملت مشاريع افضل واتطورت في التمثيل من ساعه كمان ما ارتبطت بيه، مش من ساعه ما اتجوزت. بيدعمها بيشجعها بيلبسها احسن لبس بارقام واسعار فلكيه، معيشها عيشه حلوه قوي، وداها مهرجان كان علشان تعمل جنس الجنين هناك. ده عادي بالنسبه لهم ودي فلوس و بس هما ممكن يبقى في فلوس بس ما بيعملش كل ده. مرتاحين مع بعض، عقليتهم ماشيه مع بعض. الراجل حط رولز اول العلاقه، والله لما تكوني زعلانه تعالي قولي لي، ما تقعديش تقولي اقول لك فيه وانت تقولي اعرف بقى انت لوحدك، ما انت لو كنت مهتم خلاص. واحد ما بررش الخيانه، هو اتكلم بعفويه زياده، اتكلم بعفويه والموضوع انتهى